نشر النجم الصاعد لنادي أولمبيك ليون ريان شرقي على حسابه الشخصي بمنصة انستغرام يوم أمس الخميس صورة له بقميص المنتخب الفرنسي، وأرفق ريان شرقي صورته وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا بعلامات السيوف المتقاطعة، في إشارة منه إلى أنه مستعد للمحاربة من أجل قميص كتيبة الديكا. وأحدث المنشور لاعب نادي أولمبيك ليون جدلا واسعا بين ناشطين كثيرين في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه جاء تزامنا مع كثرة التسريبات بشأن قرب التحاقه بالمنتخب الجزائري. كما رأى الكثيرون أن منشور شرقي وهو يرتدي قميص المنتخب الفرنسي عبارة عن صدمة قوية وجهها للمنتخب الجزائري والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتي بحسب تسريبات عدة تريد خطفه من منتخب فرنسا. ويعتقد آخرون أن ما أقدم عليه صاحب 19 عاما هو هروب من احتمال تعرضه لهجوم فرنسي شرس مثل ما حدث مع عوار مؤخرا بعد إعلانه رسميا تمثيل المنتخب الجزائري. وقالت تسريبات عدة نهاية الأسبوع الحالي أن الثنائي أمين جويري وريان شرقي بات أقرب من أي وقت مضى من اللعب رفقة كتيبة محاربي الصحراء. ويحلم الكثير من أنصار المنتخب الجزائري التحاق ريان شرقي برفقاء القائد رياض محرز مستقبلا، مثل ما فعلت الوجوه الستة التي انضمت رسميا لكتيبة الخضر شهر مارس الحالي. وخطف منتخب الجزائر 6 مواهب من منتخب فرنسا، وهم بوعناني وريان أيت نوري وحجام والشيبي وقيطون وعوار، الذي أجل انضمامه إلى وقت لاحق بسبب الأزمة التي يعيشها مع ناديه ليون حاليا.